الاهلي يصطدم بالرجاء او الرجاء يصطدم بالاهلي. مباراة صعبة جدا، نهائي مبكر لتحديد من سيصعد الى الدور قبل النهائي. شفنا القرعة منذ قليل اسفرت عن وقوع النادي الاهلي مع فرقة الرجاء، ومين اصعب السبع فرق اللي موجودين هي فرقة الرجاء. فرقة ما اتغلبتش لغاية دلوقتي خالص، يعني حتى مستواها احسن من صن داونز. كنا بنتمنى ان احنا نقابل الترجي. طبعا احنا عارفين ان احنا بنعرف نلعب في تونس، خصوصا في استاد رادس، والملعب عامل زي استاد القاهره، متعودين على الاجواء هناك. ولكن هنلعب برضو في استاد مركب الخامس، الاستاد طبعا اللي شهد النهائي السنه اللي فاتت بين الاهلي والوداد. وانا عن نفسي كنت بتمنى ما نقابلش الرجاء، لان فعلا الرجاء من احسن الفرق الافريقيه حاليا، ما اتغلبتش ولا مره، ومستواها في تقدم على طول. يعني حتى لو قلنا فرقه الوداد الكيرف نازل شويه بنسبه مش كبيره، بس يعتبر برضو مفيش اتزان زي فرقه الرجاء. يعتبر احسن فرقه في السبع فرق هي فرقه الرجاء، لكن للاسف احنا هنلاعبها. ولكن النادي الاهلي لا يخشى احد، النادي الاهلي دائما عينه على الكأس. مش مشكلة انت هتلاعب مين، اهم حاجة الروح، اهم حاجة العزيمة، اهم حاجة الجمهور. صدقوني ممكن نوصل، ونادي الاهلي دايما بيتحط في مواقف صعبة بيعدي منها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احبائي واعزائي جمهور النادي الاهلي، 80 مليون اهلاوي. فضلا وليس امرا، يا ريت اللي ما اشتركش في قناة وليد حلمي الاهلاوي اشترك وفعل زر الجرس دائما يصلك الجديد. طبعا زي ما احنا حكينا وقلنا ان القرعة صعبة جدا 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 بالنسبه للنادي الاهلي، كنا بنتمنى نقابل الترجي، ولكن طبعا انها كره القدم لازم تلعب على اساس اللي انت عينك على الكاس، وما تبصش اذا كان الفرقه دي ضعيفه او قويه. لو انت بصيت للثلاث فرق اللي هم على راس المجموعه اللي هي الترجي والوداد والرجاء، لان انت طبعا مش هتلاعب صن داونز، تمام؟ هم بيخشوا مواجهه النادي الاهلي، لان النادي الاهلي عنده جمهور، النادي الاهلي فريق محترم، النادي الاهلي هو نادي القرن، فبالتالي كله يعني بيحب ان هو يبعد عن الاجواء دي دلوقتي. ولكن اسفرت القرعه ان النادي الاهلي مع الرجاء، وان شاء الله النادي الاهلي هيكسب بعون الله. قبل كده لعبنا الرجاء مرتين، تقريبا مره تعادلنا 1-1 وكسبنا بضربات الجزاء، وخدنا قبل كده الكاس منهم، بس ساعتها ما كانش فيه جمهور. سر تفوق الانديه المغربيه هو جمهورهم، جمهور عظيم فعلا، جمهور محترم، ولكن جمهور عنده حته العصبيه زياده شويه عن فرقه الترجي. فكنا بنتمناها نلاعب الترجي، ولكن خلاص ان شاء الله نبدا نخطط ونشوف هنعمل ايه، والنادي الاهلي ان شاء الله في النهائي، مش في الدور قبل النهائي وبس. طبعا دي قصه القرعه. طبعا شفنا امبارح ماتش الزمالك مع المصري، والزمالك ما زال في مسلسل اهدار النقاط في اسوأ موسم للنادي الزمالك. يعني متهيألي كسب 4 ماتشات وخسر 6 حاجه زي كده. فبالتالي الزمالك في اسوأ مرحله ليه، والاسباب معروفه، اسباب منطقيه، وهي الاداره. مانجمنت في اي فرقه هي سر النجاح. لما تكون انت ادارتك قويه واداره محترمه واداره بتفكر، هتقدر توصل للاهداف اللي انت عايزها. لكن الفهلوه والصوت العالي والاونطه زي ما بيقولوا، انا اسف في الكلمه، بتوصل للي انت شفته دوت. طيب ايه اللي حصل للزمالك؟ الماتش بتاع امبارح، ماتش امبارح خلص 3-2 مع الرافه. ممكن الماتش ده اقسم بالله يخلص 6 يخلص 5. كميه اهدار فرص من نادي المصري البورسعيدي اول مره اشوفها، والزمالك مفيش وجود خالص في الثلاث خطوط وحارس المرمى كمان. فبالتالي نادي الزمالك بيدفع ضريبه. ايه هي الضريبه اللي بيدفعها؟ ان انت خدت الدوري موسمين ورا بعض بطريقه غير شرعيه، بطريقه افشال البطل الحقيقي، بطريقه اللي انت تخلي البطل على طول دايما في مشاكل، وبيفكر على طول ويضغط على طول. فبالتالي انت بتقدر اللي انت تاخد الدوري في الاخر بفعل فعل تحكيم، فعل الفار، فعل حاجات كتير قوي قوي زي ما احنا شفنا. فبالتالي الزمالك ظهر على حقيقته، زي ما يكون واحد في مدرسه خاصه وانت
بتديله دروس في كل حاجه وبتصرف عليه وبتنجحه بالفلوس. لما يجي في مرحله الثانويه العامه والشهاده بتلاقيه ان هو فاشل وساقط. ده اللي حصل مع نادي الزمالك اللي فعلا محتاجين كلنا نقف جنبه، لانه هو احد القلاع المصريه في كره القدم، بعيد عن اي مهاترات، بعيد عن الاداره الفاشله، بعيد عن المشاكل اللي دائما بيصدرها رئيس نادي الزمالك اللي المفروض هو خارج نادي الزمالك. ولكن ليه وزير الشباب والرياضه راي اخر، له ما له وعليه ما عليه. كل التوفيق للكره المصريه. شفنا الحضور الجماهيري كان عامل ازاي في ماتش الاهلي والهلال. طبعا كلمه بسيطه للقائمين على الرياضه في السودان، انتوا لغايه دلوقتي او قبل الماتش ب10 ايام وانتوا قلبين الدنيا، حرام كده. انتوا اصحاب يعني اجنده واضحه من راجل صارف عليكم عشان تطلعوا بالشكل دوت. الماتش خلص بدون اي مشاكل، مفيش الا ازازتين تقريبا اتحدفوا وده امر طبيعي، جمهور الكره محدش يقدر يوقفه، مفيش اي مشاكل حصلت في اللقاء. فبالتالي انت طلع تقول لك حقوق الشعب السوداني، خليتها خلاص حقوق شعب سوداني وشعب مصري. طيب لو قلنا السودان هنقول ان انتوا بلد مفكك وتم تقسيمكم، وانت بتقول احنا مش اشقاء، احنا ما يشرفناش اللي انت تكون اشق لينا او شقيق لينا. فبالتالي مصر عاليه جدا، انتوا ملكوش وجود زي ما احنا قلنا قبل كده. فبالتالي عايز تعمل لنفسك اي حاجه تظهر ان في كوره في السودان. طبعا احنا عارفين ولا المنتخب السوداني مؤهل لاي حاجه ولا الفرق السودانيه، لكن طبعا احنا شفنا تجاوزات كتير قوي في اليومين اللي فاتوا دول. انت اعمل اللي عايز تعمله ان شاء الله حتى توصل للمريخ. المريخ طبعا السوداني البطل، ها مش زيك. فبالتالي اعمل اللي عايز تعمله. الماتش مش هيتعاد واحنا كسبنا وتأهلنا والقرعه حصلت، لكن تبقى العلاقه بين نادي الاهلي مع الهلال خلاص مفيش رجعه فيها تاني، من اسوأ لاسوأ، والسبب عندكم مش عندنا، لان انتوا ما احسنتوش استقبال النادي الاهلي واحنا هنا احسننا استقبالكم. ولكن هي ثقافه شعب، ثقافه شعب اللي احنا بنحب دايما نكرم الضيف، فاكرمناكم بالثلاثه وكان ممكن الماتش يخلص اكتر من كده. نرجع بقى لماتش الاهلي النهارده، اهلي والمحله. زي ما احنا شفنا الشوط الاولاني خلص بهدف تم احرازه بنيران صديقه دخلت في شباك الحارس الميهوب. ولكن نادي الاهلي في الشوط الاولاني اضاع العديد من الفرص وكان رجليه في الملعب زي ما بيقولوا، شوط من طرف واحد. نادي الاهلي دائما يا جماعه بيقدم كوره حلوه الموسم ده، وان شاء الله ان شاء الله القادم احسن للنادي الاهلي. نرجع بقى للشوط الثاني والاهلي في رمضان ما بيكسبش الا بالثلاثه. كسب الهلال 3 والنهارده كسب 3 مع الرأفة ببراعة الحارس الميهوب، حارس غزل المحله. قدر يخلي النتيجه 3-0 بس مع انفرادين لبيرستاو، وطبعا احمد عبد القادر اللي عليه علامات استفهام كبيره جدا جدا. كوره خلاص انفراد ورايح عايز يحط الكوره من جوه الستة ياردة. طبعا مع لعب فردي، لعب ما ينفعش النادي الاهلي بصراحه ربنا في الوقت الحالي. لازم تقدم اداء جماعي، اداء يخدم النادي الاهلي. طبعا شفنا التغييرات الجميله، الكندوسي وكريستو اللاعب الفذ الموهوب. طبعا كل ده من لمسته بيبان الناس دي هتعمل فارق جدا كبير مع النادي الاهلي، خصوصا طبعا في اللقاءات اللي جايه، ويشد حيلهم ويثبتوا اقدامهم. ان شاء الله الدوري اهلاوي بنسبه يعني هنقول 99.9 الدوري اهلاوي، وقبل ما الدوري يخلص ب5-6 اسابيع على الاقل. افتكروا كلامي. الف مبروك للنادي الاهلي، ودايما منتصرين، دايما الفرحه اهلاويه. الف مبروك ل 80 مليون اهلاوي. اشوفكم على خير في الفيديوهات الجايه، بس ما تنسوناش يا جماعه بالمتابعه والاعجاب. اشتراك في القناه هيوصلنا للاهداف اللي احنا عايزينها، مش هنوصل الا بدعمكم. اشوفكم على خير في الفيديوهات الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.